بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهاردة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهاردة هنتكلموا في فيديو يعني محتاجة إن أنا أقوله. يمكن تيك توك أنا دخلت فيه وبعدين طلعت تاني لقيت هجوم 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 شنيع. فقلت لأ خلاص أنا يعني عاوزة بس إيه، خلاص كده أنا مهمتي انتهت خلاص كده. يعني أنا كنت طالعة لحاجة معينة زي ما انتم كنتوا شايفين، كان كل الحوثيين وكل اللي كان بيحصل في الكيان والفلسطين والغزة، وان احنا يعني متهمين ان احنا قافلين المعبر وحابسين الغزاوية. فكان اول فيديو سياسي اعمله لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واي حد طلعت عشان اقف مع بلدي، اقف، لان ما كنتش شايفه الاعلام بتاعنا خالص. الاعلان بتاعنا بيجي بيدافع او بيتكلم او بيناقش، مفيش خالص. فيمكن اول فيديو سياسي عملته كان فيديو عن المعبر، ودفعت بكل قوتي والحمد لله كانت صوتي مسموع. ده بأمر الله، بأمر الله مش بأمرنا. وكان أول فيديو أي حد بعمل له فيديو بقف جنبه فيه، أنا ماليش أي مصلحة بالنسبة له. يعني أنا دافعت عن محمد صلاح، دافعت عن محمد صبحي، دافعت عن أي حد موجود، دافعت عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل أنا أعرفه شخصيا؟ أبدا. أنا عمري ما شفت محمد صبحي في الحقيقة، وعمري ما شفت محمد صلاح في الحقيقة، وأي حد بدافع عنه. وعمري ما شفت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة خالص. عمري ما شفته غير صور في الفيديوهات فقط بتاعة التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون. عمري ما شفت أي حد بدافع عنه في فيديوهاتي على التواصل، يعني ما شفتوش في الحقيقة. فطبعا هجوم شرس. فانا بعد يعني طلعت شويه بقى، قلت خلاص كده يعني انا شايفه الدنيا. عملت فيديوهين 3 عن ايران. عمري ما شفت الخميني وعمري ما شفت حد منهم خالص 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 في الحقيقه. كل تواصلي بهذا الشكل، وعمري ما علقت لحد ولا طلعت معها. ف يمكن الرؤيه بقى